ويلكم كريستيانو رونالدو سعودي ليج. لو يهمك تفهم تفاصيل مين المستفيد، هل نادي النصر ولا كريستيانو رونالدو، هقول لك كل ده وكمان 4 مفاجآت بيقدمها كريستيانو رونالدو للدوري السعودي. لكن في البداية انزل تحت اشترك في القناة واعمل لايك عشان نتكلم مع بعض في كل التفاصيل الصفقة، مين المستفيد. طيب في البداية نوسع قلوبنا ونكون دلوقتي نخلي الغيرة جانبا ونتكلم بشكل عملي ومنطقي بالعقل. أنا شبابي زي ما أنتم عارفين، لكن من قلبي أنا سعيد جدا إن نادي النصر تعاقد مع عالمي العالمي زي كريستيانو رونالدو. طيب إيه مين المستفيد؟ النصر ولا الدوري السعودي ولا كريستيانو رونالدو نفسه بعقده الجبار اللي تخطى أكتر من 200 مليون دولار؟ طيب هنتكلم عن نادي النصر. نادي النصر قدر دلوقتي انه يكون محطة انظار العالم ودوريات العالم وحتى كائنات النينجا تيرتلز هتسمع عن نادي النصر بكل تأكيد. انك تيجي بقيمة زي كريستيانو رونالدو هيخلي اي اسم بعد كده يفكر يبقى عارف الدوري السعودي ومسموع. طيب بالنسبة لكريستيانو رونالدو، كريستيانو رونالدو هيكون الاستفادة منه السعودية تستضيف كأس العالم 2030 هيكون المسؤول عن ما هذا الملف هو كريستيانو رونالدو. إضافة لينا مش لنادي النصر. طيب حاجة كمان، دلوقتي كل أندية العالم بكل لاعبتها هيكونوا مهتمين بالدوري السعودي، عارفين إن في أسامي عالمية زي من موسم فهد بن نافل بيحاول يدور على اسم زي ميسي أو كريستيانو رونالدو. أتمنى إن ميسي ونعيد الصراع والمتعة ما بين كريستيانو وميسي من جديد. كل دي استفادات لينا مش لنادي النصر بس. نادي النصر طبعا حفر باسم تاريخ من ذهب، أكيد صفقة عالمية. الدوري السعودي العالم كله هيسمع عنه وببساطة شديدة. نستضيف كأس العالم يبقى كريستيانو رونالدو المسؤول عن الملف، يبقى مين المستفيد؟ برأيكم مين المستفيد؟ هل نادي النصر شخصيا؟ كلنا مستفيدين. وتحية لمسلي المعمر على الصفقة الجبارة، وأتمنى إن أي لاعب بعد كده يفكر إن احنا يجي الدوري السعودي يكون اسم مميز. لو الحلقة دي عجبتكم انزل تحت اشترك في القناة. السلام.